في الآونة الأخيرة دكتور هناك موجة إلحاد أو موجة لا دينية مرصودة الشباب العربي بشكل عام. البعض يرجعه إلى سقوط بعض الدعاة الجدد أو خطاب الدعاة الجدد أو تراجع تأثيرهم. في البداية هل تعتقد فعلا بأن هناك موجة من هذا النوع؟ ما أعتقد أنه أولا يعني احنا نتكلم علم. لما نقول موجة ولا ظاهرة لازم تشكل أقل شيء حوالي 10% من المجتمع. الظاهرة هذه يعني أو الكلام عن الإلحاد ولا وصل 1 بالألف في المجتمعات العربية، 1 بالألف ما وصل الإلحاد. فالظن أن هناك موجة مثل الكلام عن نزع الحجاب، يعني زين يظن بعض الناس أن هناك نزع للحجاب. طبعا في نزع، لكن لما ينزع الحجاب يتكلم الناس. لما واحدة تلبس الحجاب ما حد يتكلم. لما واحد يلحد وصوته عالي يظن الناس أن هناك موجة. لما آلاف يلتزموا ما حد يتكلم. فأولا أنا ما أعتقد أن هناك لماذا صرنا نسمع؟ يعني هل تزايد، دعك من كلمة ظاهرة أو موجة، هل هناك في تزايد؟ في تزايد نعم بالتأكيد. هل له علاقة الأمة نقدر نقسمها احنا بالتقسيم المبسط للناس 3 أجزاء. هناك جهة اليمين، هؤلاء الذين هم مصلحين ومصلحون ملتزمون فاعلون مؤثرون. وهناك جهة اليسار اللي هم فاسدون مفسدون ومؤثرون. وفي عامة الناس اللي بالنص. الظاهرة اللي لازم تكون واضحة عند الجميع أن الفاسدون بالتأكيد قاعد يزايدون، لكن أيضا الملتزمين قاعد يزايدون. وأنا من الناس اللي قاعد يرصدوا هذه الظواهر، وأكد لك أن جهة اليمين يتزايدون بأضعاف ما يتزايد هؤلاء، وبالتالي أنا ما تشكل بالنسبة لي قلق. أما الجزء الثاني من السؤال، هل كان لتساقط هؤلاء الدعاة والرموز تأثير؟ طبعا بالتأكيد. لما شباب يتعلقوا برمز ويقتدوا به ويتأثروا به وينضموا إلى حركاته وبعدين ينهار أمامهم، طبعا يتأثرون. وهذا الخطأ فيه وفيهم. لازم يكون واضح جدا أن الناس يجب أن لا يقتدوا لا بسويدان ولا بأي واحد، الاقتداء فقط برسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم لازم يتعلم الناس مفهوم رئيسي اسمه قدوات وليس قدوة. يعني شنو؟ يعني أنا أقتدي بفلان بفن الإلقاء، وأقتدي بفلانة في فن العلاقات، وأقتدي بفلان بعلم الشرعي. أما أني أقتدي بشخص في كل ما يفعله، هذا مفهوم خطأ، وهو الذي أوقع الشباب في هذه الأزمة. فهي الخطأ من الجهتين، من الشباب نفسهم ومن أيضا هؤلاء الدعاة الذين تساقطوا، وإثم الشباب الذين تبعوهم عليهم.